اول فيديو كليب عملته امتى؟ موقف مضحك والله. انتوا افتكرتوه مع بعض مش عارف. يعني؟ طب دخلوني في بس الكليب، حسيت ممكن إن هو تحكوا لي طب ولا هتقعدوا تضحكوا مع بص، بعض؟ حسيته افتكر حاجات هما لذيذه. اتنين فيديو كليب ورا بعض. اول واحد كانت اغنيه يا ابو جلابيه طوبي، وجه الاستاذ شكري ابو عميره مخرج في التلفزيون قال لي بقول لك ايه، انا هصور لك الاغنيه. قلت هتصور لي؟ مجدي ابو عميره. لا، شكري ابو عميره. ماشي. كان مخرج اعلانات تمام. واستعراضات وحاجات كده وتعالى هعمل لك الاغنيه. فقلت له ماشي يا استاذ شكري. انا طبعا ايه شكل الحاجات اللي كان بيصورها، قلت له لا انت هتصورني. كان زمان دي فاكر المطربين كانوا بيقفوا كلهم بقى صوروا كده، كلهم دون استثناء بيقف في الاستوديو ويقعد يعمل بايديه كده. ايوه. ومن تاني يطلعوا يعملوا كده ورا او حد من ورا. كله على فكره، انا بقول كله من اكبر واحد لاصغر واحد عشان ما حدش يقول. انا بس صورت حاجه بقى انيل من كده شويه. لا كانت فيها، كنت عايز اعمل فكره من زمان بفكر انا. قلت له صورني في الشارع بره الاستوديو يعني. قال لي طب انا معايا انا معايا كاميرا النهارده. قلت له عندي فرح بالليل. قال لي لا مش مهم، تعالى بس انا معايا كاميرا دي حاجه. يا اما انت فين؟ قال لي تعالى قدام التلفزيون قبل الفرح بساعتين. قلت له ماشي. جيت له وقال لي هات فرقتك معاك. قلت له ماشي. جبت الفرقه وانا لابس لبس الشغل، بدله فراك كده اللي هو سدير بتاع حنطور. اقف صورني بقى على الحنطور شويه وانا راكب الحنطور دي محدش شافها مش عارف. وبعدين شويه راح جاي موقفهم، كان في قدام التلفزيون زي مركب كده، فانا اقول مثلا وين يا ليل يا ليل، فالفرقه واقفه ورا تقول انا بحب قوي الستات بتوع زمان. يطلعوا وهم كانوا يا حلاوته. ايوه. يطلعوا من ورا كده فوق ما تعرفوش طلعوا منين، ويطلعوا بقى يرقصوا معايا وده. المهم انا قلت ايه، لا مصورني ووشي ضلمه والتصوير ضلمه. قلت خلاص هدور تاني. كنا في سونار وكان كنت انا وايهاب توفيق وقبلينا محمد منير وحنان وهيصه. الشركه بقى شركه سلام سونار دي البدايه. دي اللي هو اللي بيسموها ليبلز دلوقتي صح؟ اول ليبل واهم ليبل في الحياه. سونار وبالانجلش سلام على كاسيت سلام. تلاقي الاعلان كان بيقول لك على كاسيت سلام. اوكي. وكان المقر بتاعهم في ظهر القنصليه الامريكيه في بدروم على الارض تحت. والله وبتطلع كل الحاجات من البدروم ده. والله الاعلام فوق كده بس الشركه في البدروم. هو لسبب مش مفهوم نص استوديوهات الصوت تحت الارض. كان زمان ايام المهندسين عشان كانوا بيقولوا عشان الصوت والعزل والحاجات دي بس واقعي يعني. ماشي. وبعدين فالمهم فقالوا لي تعالى في اغنيه تعالى هنصور لك دباديبو. دباديبو دي كسرت الكوكب. هنجيب لك عادل عوض وبتاع مش عارف ايه وبتاع. هو اصلا قلت لهم هصور امتى؟ قالوا لي بكره. قلت له بكره ازاي؟ ايه ده الكروته دي في ايه يا جماعه؟ والله العظيم تدوني وقت. هم كانوا يظهر هيصوروا اغنيه لايهاب توفيق، ففاتحين يوم تصوير. فاتحين يوم تصوير. طب قال لك بقى هات لي مصطفى قمر كمان. والله لا ما قلتش الكلام ده قبل كده. وايهاب عنده باين مسافر او مش عايز يصور. فاكر كانت اغنيه ايه ايهاب؟ لا مش فاكر. بس لو قارنا لو جبنا بقى الالبوم وعرفنا السنين ودباديبو كان وقتها البوم ايهاب اللي قبليه ايه بتاع، فممكن تفتكر حاجه منهم. فقال لي بص انا جالي عادل عوض، بص انا هصورك تعالى. تصدق انا مش فاكر الكلام ده كان الظهر والتصوير بالليل ولا كان تاني يوم. والله فالمهم قال لي بص فكره جديده، انت امور وحلو كده وبتاع مش عارف ايه، هطلعك تعمل شعرك كنيش، هطلعك ميكانيكي. ميكانيكي. ايه ده في ايه اللي حصل؟ اقسم بالله لا انت لازم تشوفوها هتضحكوا، لازم تشوفوها. كسرت الدنيا. دباديبو كسرت الدنيا. انا رجعت ميكانيكي وشعري كنيش وحط شحم على وشي وشفناها على فكره. احنا مش عيال صغيره. لا بس انا بقول لك عشان الفكره جت في دماغه ازاي، فاهم؟ اللي هو انت امور
كنيش حط له فحم انزل فاهم اللي هم هو تلاقيهم كانوا بقول لك فاتحين على يوم تصوير حاجة، اصلا بقول لك على عند حاجة. حاجه كده. اللي عمله ده في الوقت ده عبقري، لان محدش عنده الجرأة يعمل كده، وانه مخرج كمان يفكر ان هو يقول لك طب انا هشقلبه، طب انا هعمل، واي مطرب هيخاف يعمل الحركه دي. وانا كنت بصراحه جريء جدا في التصوير بقى، كنت بص عارف اللي هو رامي مقطع قطع البطاقه. بطاقتي بقى. ايوه قطع بطاقتي بجد. صورتها وكسرت الدنيا. طب والفرق بين زمان ودلوقتي، لان زمان كان الفيديو كليب ده حاجه مهمه جدا واساسيه جدا جدا طبعا. جدا، وكان عب الشريط ده اللي هو حوار الالبوم ده. دلوقتي بحس انه اكتر، بس طبعا يعني احنا مش مزيكاتيه فمش هنفهم قوي، بس دلوقتي بحس انه اكتر سينجلز، والفيديو كليب مش ما بقاش مهم قوي، لان انا بسمع اكتر ما بتفرج على مزيكا. مظبوط. وبقى في انتاجات عالميه ومحليه كتير للتلفزيون انك تتفرج عليها، فما بتبقاش عايز تقعد تتفرج على مزيكا. مظبوط. ايام زمان الكافيهات وميلودي طبعاً. والمزيكا كانت عايشه عليهم، فاهم قصدي؟ طبعا انت قلت يعني تحليل المنطق. طبعا انا في واحد عمل فيديو كليبس زي ما انا عملتها لا بصراحه في الوطن العربي كله. انت كنت الفيديو كليبس عندك كانت هزار في الوطن العربي كله. بص بدون مبالغه، بص لو في حد عمل حاجه زي اللي عملتها قولوا لي دلوقتي. لا فكره اصلا الفيديو كليب بتاع لا، وانت في بترجع لورا الريبلاي دي اصلا دي كانت في السبع يعني ثمان البومات اللي قولوا لي حد عمل حاجه فيها القوه دي. انا وقفت ليه؟ عشان الناس مش هتتفرج، انا هصرف فلوس والناس مش هتتفرج. بس انت كنتش تصرف فلوس. لا كان المنتج. ما كنت بساهم في فلوس. الحاجات دي كانت غاليه جدا.